صباح النور، صباح الورد على احلى متتبعات ديال القناه سوما شانيل 11. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده. هذه التتمه ديال الفيديو السابق، غير باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. هنا كنت في لاصال، الا دخلت للدار وغنبداو ان شاء الله في الغديوه مع بعض. دابا غنبدل عليه الحوايج كيف ما شفتوا، راه باقي بحوايجي ديال لاصال. ها هو الصاك، المهم مونطو لبست مزيان، درت الزيف، درت الكاسكيطه. كديري الكاسكيطه قبل يلا حيدتها حيتاش خرجت سخونه من لاصل وعرقانه، باش ما يضربنيش البرد. داكشي علاش لبست مزيان. وكندير من الفوق القب، مع دابا تحركت البريده، كندير هذا باش ما يضربنيش البرد. صافي دابا غنحيد عليا الحوايج وندوزو باش نطيبوا الغديوه. باش ما يجيكمش الفيديو طويل حاولت هكا ندير التحضيرات القبليه اللي كتكون قبل. هنا بالنسبه للبطاطا خديتها وورتها في الكسكاس وخليتها حتى كتبرد، عاد كنحيدها باش ما كتعجنش ليا. خيزو الحكاكه الرقيقه، الباربه حتى هي طيبتها وحكيتها في الحكاكه الغليظه. الروز اللي سلقته حتى هو في الماء مع شويه الملحه. طريفات ديال الدجاج من الجهه ديال الصدر، قطعتهم هكا طريفات وشحرتهم مع بصيله وشويه الملحه وشويه ديال البزار. فلفله حمراء وفلفله خضراء حتى هما شحرتهم شويه مع شويه ديال الزويته والملحه وشويه ديال الطون، شويه ديال المعيز وشويه ديال الزيتون. رشت على الطبسيل اللي غنحط فيه السلطه في اوراق ديال لي زيبينار او اوراق الخس اللي عندكم متوفر. فرشوه كطبقه اولى. الطبقه الثانيه غندير فيها خيزو، هكا كنديرو بهذا الشكل هذا. بطاطا، ديال الروز، ناخذ مايونيز زدت عليها شويه ديال زيت الزيتون وغنديرها نبدا هكا ندير هكا شويه ما بين الطبقات. ندير الباربه، نجي نعاود ندير خيزو، بطاطا، روز، ناخذ مايونيز ما بين الطبقات غير شويه، باربه، فله حتى نوزعوها، نعاودو طبقه ديال الخيزو، بطاطا، باربه، فلفله، شويه ديال الطون الفوق، شويه ديال الدجاج، ناخذ شويه ديال المعيز، شويه ديال الزبيب، شويه ديال الزيتون، زيتون اسود، وفي الاخير كناخذ شويه ديال النعناع اللي قطعته هكا بهذا الشكل صغيور وكنديرو من الفوق كتزيين، او المعدنوس اللي متوفر عندكم. وكيف ما كتشاهدوا معايا وجدت واحد الطبيسيل ثاني غير صغيور، هذا بحالو بحال الاول. صافي هنا غناخذ واحد البيضه مسلوقه، بالنسبه لهذه اختياريه، الا بغيتو ديروها من الفوق صافي تحكوها هنا من الفوق صافي. وكنحط من الفوق هذيك شويه ديال المايونيز اللي بقى ليا في البول. خطيره صحيه وبنينه بزاف، كنتمنى تجربوها ان شاء الله
وتردوا عليا. وباقي ما كملناش الفيديو، نمشي ان شاء الله نتغدى صافي. من بعد غندير معكم واحد الماسك ديال ديال الوجه، كيصفي البشره، كيخلي فيها النضاره والاشراقه زوينه. ماسك رهيب وطبيعي 100%. يلا ما تمشيو فين. اللي بغات تبقى معايا حتى الاخر مرحبا الف مرحبا. يلا ليتس جو. البنات اللي بقاو معايا حتى لهنا ما ينساوش يضغطوا لي على زر لايك للفيديو باش ان شاء الله تعم الفائده. دابا كيف ما شفتوا غنبدا مباشره في الماسك. غسلت وجهي، خاص الوجه ما تكونش فيه اكرون لا كريم لا حتى شي حاجه. بالنسبه للبشره ديالي عندي بشره دهنيه مختلطه. مهم هذا الماسك زوين بزاف، كيصفي البشره، كيبيض وكيحيد هذوك التصبغات اللي كيكونوا في الوجه، وحتى الكلف اللي تيكون ديال الله بدا غيبان. ما كنمسحش انا وجهي بالفوطه صافي. غنشفو صافي. غندوز دابا معكم باش نصايبو الماسك وبالنسبه للمكونات ديال الماسك ساهلين متواجدين في كل دار. الحلوه ديال البلديه، كتاخذوا معلقه صغيره كطحنوها مزيان ومن بعد كتصفيوها في شي شبيكه باش ما كتبقاش تدكم في البشره ديالكم. ثاني مكون وهي زريعه ديال الكتان، عندها منافع كثيره للبشره، زوينه بزاف، كترطب البشره، كتجبدها وكتعطيها نضاره واشراقه وكتولي رطبه ومغذيه. بالنسبه لزريعه الكتان كناخذ معلقه كبيره منها. هنا معلقه ديال الزنجلان، معلقه كبيره. حتى من قبل كنت طحنت هاد المكونات، طحنتهم مزيان كيف ما غنوريكم دابا. هذه زريعه ديال الكتان طحنتها مزيان، هذه الحلبه طحنتها وغربلتها، وهذا الزنجلان. هذا الماسك كيخلي لنا البشره، كيشد لنا البشره، كيشدها لينا وكيجبدها وكيعطيها واحد النضاره والاشراقه، وكيفتح اللون، كيبيض لون البشره، وكذلك كيساعد على علاج التجاعيد اللي يلاه كتكون باديه. هذا الماسك زوين كيدار مره او جوج المرات في السيمانه، على الاقل مره في السيمانه صافي، وداوموا عليه بطبيعه الحال. ماشي غير ديروه مره وصافي وتحبسوا، المداومه هي كل شيء. غناخذوا واحد البول اللي تيكون او جبانيه زلافه كتكون نقيه، وكنخويو هذا المكون، كنزيدوا البيض، وكنزيد الياغورت اللي تيكون طبيعي بلا سكر. بالنسبه للياغورت انا استعملت هذا، تقدروا تستعملوا اي ياغورت بدون سكر عندكم. المرحله الاخيره غندير واحد شويه ديال زيت الكوكو. بالنسبه للزيت كتقدروا تستعملوا اي زيت عندكم، زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون اللي بلا ملحه، المهم الزيت اللي كتستعملوه للوجه ديالكم. صافي انا غنستعمل شويه، قمت معلقه صغيره ديال الزيت. غنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموا. صافي دابا غنطبقو مباشره على وجهي. غير واحد القضيه بغيت نشير ليها في هذا المقطع هذا. بالنسبه للماسك ملي كنبغيو نحطو على البشره او الوجه ديالنا، كنحطو بطريقه غير بشويه، ما كنبقاوش نجبدو في البشره، حيت في بعض الاحيان كنشوف شي بنات كيبداو يجبدوا مزيان في البشره، وهذا راه ماشي صحي بالنسبه للبشره ديالنا. في الاخير الجلده ديال الوجه كتولي مترهله وكتولي طايحه، لذلك خاصنا نحطوا الماسك غير بشويه. في وجهي كيف ما شفتوا بدا تيكرم، كما قلت لكم من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ولا غير 10 دقائق راه كفايه. كتحسوا بدا كيكرم صافي، ومن بعد كتصلوا بالماء ديال روبيني اللي عادي. صافي انا غنغسلو ونرجع. شوفوا البنات البشره ديالي كيفاش ولات. يلا غسلت الماسك تبارك الله ما شاء الله، بغيت فيها اشراقه، كنحس بها تجبدات ورطابت رطبه مزيان. نتوما غتخرجوا ديروا الماسك وتخرجوا لبرا، ضروري ما ديروا ليكرون ديال الشمس. كنتو غتبقاو في الدار ديروا غير المرطب، ولكن الاحسن ديروا ليكرون في الدار او في الشمس على برا.
المهم انا كندير انا هذا. ديروا اي مرطب عندكم، اي مرطب كترطبوا به البشره ديالكم. هذا كيجيني اقتصادي وفيه بزاف. كما كتشوفوا البشره كتولي مشرقه. والله البنات ما دايرش فون دو تان، ما دايره حتى شي حاجه، من غير المرطب اللي كنستعمل صافي. شوفوا كتولي مشرقه وفيها نضاره وكتبري. واهم حاجه خواتاتي المصداقيه. كندير لكم هذا الفيديو بلا فلتر بلا حتى شي حاجه، يعني فيديو حقيقي 100%. وكنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، هذه راه زوينه للوجه، وتقولوا لي تردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم النتيجه.